في فيديو النهارده اعرفك على افضل واصيع 7 افكتات تقدر تستخدمهم في الافتر افكتس. الافكتات اللي انا اشرحها لك في فيديو النهارده ليها استخدامات عديده وكتيره جدا باعدادات مختلفه، بس النهارده كل افكت اشرح لك فيه اشهر استخدام ليه. طبعا في الافتر افكتس عشان تضيف الافكتات بتاعتك على الفيديو بتاعك او الصوره بتاعتك او الماتيريال بتاعتك عامه، بتروح لقائمه ويندو وبتتاكد ان قائمه افكتس اند بريسيتس بتعلم عليها صح، وبتلاقيها ظاهره معاك هنا. بتبدا تبحث عن الافكت اللي انت عايزه وبتختاره من هنا وبتسحبه وتحطه على الفيديو بتاعك. اوكي، اول افكت معانا الا وهو السي سي فينيت، وبتقدر ان انت بتسحبه كده وبتضيفه على الفيديو بتاعك. انا اضيفه على الباك جراوند مش الصوره. بيبدا ان هو يعمل لي حواف سودا في الصوره بتاعتي او الفيديو بتاعي. بتقدر ان انت تتحكم في الحواف السودا دي من هنا، بتزود مثلا القيمه، بتلعب في الاعدادات مثلا من هنا بحيث ان انت توصل لافضل نتيجه انت شايفها كويسه من ناحيتك. تاني افكت معانا الا هو من اشهر الافكتات اللي انا بستخدمها انا شخصيا في الفيديوز بتاعتي، الا هو السي سي لايت سويب. بتبدا ان انت تسحبه من قائمه الافكتات وتبدا ان انت تضيفه على الصوره بتاعتك. بتظهر معاك اللمعه دي، والافكت ده انا مستعد ان انا اعمله فيديو لوحدي اشرح فيه كل تفاصيله، كل الاعدادات وكل الحاجات اللي احنا بنستخدمها فيه. بتبدا ان انت تتحكم في اللمعه دي عن طريق ان انت تعمل لها مثلا انيميشن. ممكن تتحكم مثلا في شدتها، تزود مثلا القيمه دي، تلعب في الاعدادات اللي موجوده هنا، بتزود مثلا في الانتنسيتي بتاعتها، بتزود مثلا في السمك بتاعها. تمام، الحواف بتاعتها ممكن اصلا تخفيها خالص وتزود الحواف اللي بس موجوده على الطرف كده، وبتعمل مثلا دبليكيت لللاير، عفوا بتعمل مثلا دبليكيت لللاير نفسها. وبتختار الافكت بتاعك وتعلم من هنا كات اوت، وبعدين تضيف مثلا على الصوره اللي فوق. انت كده عامل دبليكيت للصوره، يعني انت مكررها مرتين. بتضيف على الصوره اللي فوق الديب جلو. تبدا بقى ان انت تتحكم في الحركه بتاعتك بحيث ان هو يفضل يلف حوالين الصوره زي ما انت شايف كده. ليه استخدام تاني، خلينا نمسح بس الصوره دي، والا وهو ان احنا بنرجع القيمه زي ما كانت موجوده وبنقلل القيمه دي بحيث ان هو يكون عامل زي اللمعه بالظبط، ونعلم على علامه الساعه دي، نمشي شويه كده ونودي الافكت للناحيه التانية خالص. وزي ما انتم شايفين ممكن نعلم على الاتنين كده F9 ونروح للجراف بتاعنا ونظبط الجراف زي ما انتم شايفين. تمام، لو جينا مثلا نقف على الكي فريم الاولاني ونزيح النقطه دي كده. تمام، تعال نشوف كده. تمام زي الفل. الافكت اللي انا اشرحه ان شاء الله على الايكون دي، بجيب اللي هو افكت لاينير كولر كي. بجيب القلم ده بحدد اللون الابيض، بيشيل لي الباك جراوند البيضة مش السوداء. تمام، نفس الايقونه دي ممكن نطبق عليها الافكت اللي بعده الا هو افكت تنت. لو ضفت الافكت بيحول الايقونه بتاعتك لابيض واسود. نفترض انت شخص ليك هويه بصريه او ليك مثلا الوان معينه بتستخدمها في الفيديوز بتاعتك. انا مثلا بستخدم مثلا الاصفر، لو تلاحظ ان الصوره مصغره، فعلى طول بحول اللون الاسود ده للون الاصفر، ونحول مثلا اللون الابيض ده للون اسود، فبالتالي الايقونه بتاعتي اتحولت للهويه بتاعتي. والافكت اللي بعده برضه هنضيفه على الانيميتد ايكون دي الا هو افكت ومن اشهر الافكتات، يعني انت استحاله تعدي فيديو من تحت ايدك كده غير لما تستخدمه، الا هو افكت دروب شادو. لو ضفت على الايقونه بتاعتي يبدا ان هو يعمل لي شادو خفيف كده. تزود القيمه من هنا مثلا نخلي دي 100، ونزود الديستانس شويه مش كتير يعني حاجه بسيطه، ونزود السوفتنيسس من هنا بحيث ان هو يظهر بالشكل ده. الافكت اللي بعده لو مثلا جينا للصوره دي وحطينا عليها الافكت اللي هو اسمه روفن ايدجز، بتبدا تروح للقيم اللي موجوده هنا، بتخلي القيمه دي 0 وتخلي القيمه دي 10 وتخلي القيمه دي، نعلي القيمة دي على آخر، يعني مثلا على حسب بقى ما يناسبنا. كل ما تعلي كل ما زي ما انت ملاحظ كده الصورة الحواف بتاعتها تكون دائرية أو الكورنر بتاعها يكون دائري. تمام، الافكت الأخير معانا لو هو افكت الموشن تايل. الموشن تايل لو أنا مثلا معايا باك جراوند زي دي وعملت أنيميشن للحركة بحيث إن الصورة بدل ما هي موجودة هنا تبدأ إن هي تتحرك و تروح للناحية التانية، وكأن حاجة مثلا انتقلت من المشهد ده للمشهد التاني. زي ما انتم شايفين تحس ان الباك جراوند هي بدل مثلا ما اجيب مثلا صورة تانية للباك جراوند بتاعتي واروح محركة مثلا يمين كده شوية بحيث ان هي تكون مناسبة، وفي الاخر يعني المشاهد اصلا يحس ان انت مكررها وحاجة مش لطيفة خالص. فبتمسح الباك جراوند دي وبتضيف الافكت بتاعنا اللي هو اسمه موشن تايل. بتضيفه عادي وبتخلي القيمة هنا مثلا وليكن 400 والقيمة هنا 400 اللي هو الطول والعرض يعني. وبتعلم على الميرور ايدجز
بحيث ان هو زي ما انت شايف بيكرر الخلفيه او الباك جراوند بتاعتك او الحاجه اللي انت ضفت عليها الافكت من غير ما المشاهد يحس ان هي متكرره. تمام. طبعا دي واضح فيها شويه لان ملعوب فيها كتير في الحاجات الالوان اللي موجوده فيها، بس انت لو اخترت حاجه تانية هاديه عن كده هتظبط معاك. في غيرهم كتير مهم جدا. لو عجبتك السلسله عرفني تحت في الكومنتات، وان شاء الله نكمل في السلسله دي ونشرح كل الافكتات اللي موجوده في الافتر افكتس. فبس دي كانت فكره فيديو النهارده. زي ما قلت لك لو عجبتك ما تنساش السبسكرايب واللايك والكومنت بتاعك عشان نستمر في السلسله دي. وبس دي كانت فكره فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.